لما الناس بتبتدي تتعود على المكان. يعني في الاول بغض النظر بقى عن الخضه بتاعت زي ما قلت لك التشالنجز والستراجلز دي، بيبقى فيه بقى الايه الفايبس الجديده. انا كان نفسي اجي او اسافر المكان الفلاني ده، وانا النهارده في المكان الفلاني ده، فدي حاجه كبيره بالنسبه لي والكلام ده كله، والبهرجه اللي ممكن حد يشوفها اللي هو راح مثلا مكان كبير او الكلام ده كله. فلما الحاجات دي بقى بتفيد وبتبتدي تروح، بيبتدي بقى يحس ان الاكسبكتيشنز بتاعته كانت اعلى من الواقع. او احكي لي اكتر عن الغربة بقى، يعني زي ما بيقولوا عنها ولا ايه؟ طيب، في حاجات كومن، مم. يعني مشاكل هتقابل اي حد لو هو سافر عموما، يعني او ساب المكان اللي هو فيه وراح اي مكان. وزي ما قلنا في حاجات خاصة يعني بايه بكل مكان على حسب هو فين يعني. فمن الحاجات الكومن اللي هتقابل اي حد في اي مكان هو بره البيئة اللي هو اتربى فيها وعاش فيها، اولا ان هو يبقى بعيد عن اهله واصحابه. ودي حاجة اكيد صعبة على الكل، بس صعوبتها بتختلف من حد للتاني، وهو بيعرف يتأقلم معاها ولا لا، او ايه الاكشنز اللي ممكن يكون يعني بيعرف ياخدها علشان يتعود على الموضوع ده، او يتعامل معاه بصورة ايه ما تأثرش عليه بطريقة يعني مش لذيذة. فده واحد. اتنين، لما حد بيطلع من مكان وبيكون في مكان تاني، بالأخص لو مكان مثلا في الغرب، فده السيستم مختلف تماما، فبيستراجل، بيبقى فيه تشالنج في حاجات بره الشغل، او ملهاش علاقة باللغة مثلا، او بان الشغل جديد. لا، ده الحياة كلها، السيستم كله او اغلبه يعني مختلف. فهو بيستراجل في الموضوع ده. فاهم ازاي؟ ال- مم. المواصلات مثلا، ازاي تسافر من مدينة للتانية، الاجراءات الحكومية، مش عارف الناس بتتكلم ازاي، ايه الحاجات اللي ينفع تتقال، ايه الحاجات اللي ممكن حد يفهمها بصورة مثلا تانية، فممكن تحطه في مشاكل. فهمتي ازاي؟ challenges حاجة كده في مم. ال day to day activities. أم... هي struggle فيها. دي بتتحسن طبعا مع الوقت، بس في ناس بت... يعني بتتخض من النقطة دي. بعد كده عندك حاجة بقى مهمة، أو تالت نقطة، يعني إنه لما الناس بتبتدي تتعود على المكان. يعني في الأول بغض النظر بقى عن الخضه بتاعت زي ما قلت لك التشالنجز والستراجلز دي، بيبقى فيه بقى الايه الفايبس الجديده. انا كان نفسي اجي او اسافر المكان الفلاني ده، وانا النهارده في المكان الفلاني ده، فدي حاجه كبيره بالنسبه لي والكلام ده كله، والبهرجه اللي ممكن حد يشوفها اللي هو راح مثلا مكان كبير او الكلام ده كله. فلما الحاجات دي بقى بتفيد وبتبتدي تروح، بيبتدي بقى يحس ان الاكسبكتيشنز بتاعته كانت اعلى من الواقع، بغض النظر هو راح فين مم. او هيروح فين. ده هيحصل. لان هو معاش التجربة، فلما يعيشها الواقع عليه بيبقى مختلف. ممكن نريفير باك لبوينت اتكلمنا عليها قبل كده، حتة ان انا لما بروح لمكان معين، بعد كده بيبتدي يبقى في عندي انبوتس جديدة. مم. الانبوتس دي انا ممكن اخش في الفيكتيم منتاليتي، وابتدي افكر ايه ده، لا انا ما كنتش مصور الوضع كده، طب انا مش عارف ايه، طب انا ما حدش قال لي ده، طب انا مش عارف ايه الكلام ده كله، وابتدي ابليم بقى اللي حواليا، او احط بقى ايه، اعلق المشاكل اللي انا حاسس بيها على الاسباب اللي حواليا. ودي مشكله كبيره الصراحه، وبتاخد فتره مم. اطول. هي اكشلي مش بتظهر في الاول، دي بتظهر بعد فتره، وممكن تاخد اتجاهات مختلفه كتير وتاثر علينا كتير. مم. الحاجه الرابعه من وجهه نظري يعني، او الاخيره يعني، اللي هي جنرالي بتقابل اي حد، انه باختلاف البيئه بيبتدي ينشئ او تنشئ challenges ما كانتش موجودة في البيئة بتاعته. وغالبا دي حاجات بيرسونال. بمعنى ايه؟ يعني هناك مثلا في المكان اللي هو اتربى فيه، او وسط اهله وسط اصحابه بتاع،
في traditions، في norms، في حاجات متعودين عليها، في حاجات واخدينها for granted مش بنجت tested ليها. مم. فاهم اقصد ايه؟ انما لما ابقى مم. في مكان مختلف تماما، الكالتشرز دي مختلفة، التراديشنز مختلفة، ده بينشأ عنه ايه؟ انه بيظهر مشاكل جديدة انا ما كنتش بتعامل معاها، ما كنتش بواجهها قبل كده، ما كنتش بتحط في ظروف ان انا افيس مشاكل زي دي. دلوقتي انا المشاكل دي انا ابقى اشوفها، مش بالضروره تبقى مشاكل، اقصد فاكتورز جديده، اكسبوجر جديد. مم. ايه بقى الردود افعالي لده؟ بيختلف من حد للتاني. هل انا كنت مؤهل نفسي ده لحاجه زي دي ولا لا؟ بتختلف من حد مم. للتاني. آه مش سهله، لازم الواحد يفكر فيها ولازم ياخد اكشنز تجاهها عشان الموضوع ده يقدر يتعامل معاه. مم. بس فهي دي من وجهة نظري الأربع مشاكل اللي بتقابل أي حد بيسافر أو بيبعد عن البيئة بتاعته أو بيروح مكان جديد عليه. في حاجات زي ما قلت لك خاصة، هتختلف بقى عن مكان للتاني، ف ومن شخص للتاني برضو. فدي ما اقدرش يعني، مش هعرف يعني احدها في نقاط معينة مثلا او في بوينتس معينة. انا حاسه انه اصلا حاجه كبيره قوي من اللي بتواجه الناس اللي بتسافر عموما هو ان احنا هنا عايشين بفاليوز معينه ومتربيين بشكل معين، وعندنا حاجات ينفع نعملها وحاجات ما ينفعش نعملها. فلما انت تروح لوحدك في مجتمع مفيش حد فيه بيراقبك اي حد، فحاسه ان ده ان انت بتمتحن في الفاليوز بتاعتك او المبادئ والحاجات اللي انت اتربيت عليها اصلا. فده حاسه ان هو حاجه، يعني حريتك دي هتبقى مسؤوليه قوي، مش اي حد بيعرف فعلا يبقى قدها. ده حقيقي. يعني دي البوينت الرابعة اللي قلت لك عليها، انها بتقابل اي حد يعني مم. بيتحرك. والريسبونس بتاع حد للتاني بيختلف طبعا على حسب آه نشأته وتربيته والأمور اللي اتعرض لها في حياته والحاجات دي كلها يعني. آم، محتاجين برضو نبقى aware بالنقاط دي علشان نقدر نعمل active أو ناخد active actions تجاه كل حاجة، عشان نقدر نتعامل معاها ونقدر في النهاية نطلع بالتجربة بفايدة من التجربة دي. مش انه يكون العكس، يعني اللي يحصل بسبب التغيير الكبير مثلا اللي ممكن نكون خدنا في حياتنا. لو الفيديو ده عجبك فانا متأكد ان الفيديو ده كمان هيعجبك. شكرا لوقتك، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب.